السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي، شلونكم؟ عساكم بخير إن شاء الله، ربي يوفقكم. اليوم إن شاء الله راح يكون الفيديو عن استفسارات السادس. هذه المعلومات أو الاستفسارات اللي ذكروها الطلاب بالتعاليق سويتها راح أشرحها في فيديو، وإن شاء الله راح تفيدكم هذه المعلومات اللي راح أذكرها بالفيديو. فحاولوا قبل ما أبدأ شرح الفيديو أن تشاركون هذا الفيديو للطلاب السادس، سواء دور ثاني أو طلاب السادس اللي ناجحين على السادس، يعني الخامس على السادس، أو طلاب اللي عايدين السنة. فهو هذا الفيديو شامل لكل الطلبة. حاولوا تشاركون الفيديو ويا الطلاب اللي تعرفوهم ويا جروباتكم، وإن شاء الله راح يستفادون من المعلومات اللي أنا راح أذكرها. راح أقرأ سؤال بالنسبة للطلاب وراح أجاوب عليه، فتابعوا الفيديو إن شاء الله. عندنا الاستفسار الأول، هو راح يبلش من هسه يجيب 99 إن شاء الله تعالى. إذا الطالب يجتهد على نفسه ويجيب ال 99، بس أهم شيء هو بالبداية خليه يبدأ، بعدين يفكر إنه بهذا المعدل. لأنه إذا هو أسعاني قاعد وما مسوي شيء، يعني لا أمسك كتاب لا أدرس ولا شيء، وأنا أقول راح أجيب 99، يعني أنت قوم تريد تجيبه بالهواء، لا شيء أكيد أنت تتعب حتى تجيب هذا المعدل. أما بالنسبة للسؤال الثاني، السؤال الثاني شلون أقدر أوازن بين التحاضير المدرسة والمعهد؟ أنا طالب سألني يقول أني أدرس معهد وراح تجيني إن شاء الله المدرسة، شلون راح أوازن بينات يعني التحاضير مالتهم؟ أنا أفضل إنه التحاضير المعهد أفضل. ليش التحاضير المعهد أفضل؟ لأن المعهد أنت داخل بيه بفلوس أول شيء، وأنت قاعد تروح وترجع وملتزم همين وياه قبل المدرسة، يعني ملتزم وياه. فحاول تظل على هذه الالتزامات المعهد. وبالنسبة لي يعني تكون الأولوية، أنا أنصح تكون الأولوية للمعهد. وإذا وقت يعني بقى لك تقدر تحاضير المدرسة تأخذها، والشيء أكيد إن المعلومات اللي أخذتها راح تأخذها، أنت راح تعبر تقريبا يجوز راح تعبر 3 فصول 4 فصول قبل المدرسة اللي أنت ما تداوم المدرسة، راح تقدر تحضر شيء بسيط من المدرسة، وأهم شيء تركز على تحاضير المعهد. السؤال الثالث، طالب يقول أنا دا أدرس يوميا مدرسة، بس دا يعني يزيد عندي وقت، شو تقول أدرس الفصول الأخيرة حتى أخفف على نفسي للمستقبل وأحاول أكمل مادة نصف السنة؟ يعني طالب سأل يقول أنا أريد حاليا قاعد أدرس، أريد أكمل مادة نصف السنة، مثلا 5 فصول، هي المادة مثلا 9 فصول أو 10، أكمل 5 فصول. بالعكس خطوة جيدة وحلوة. شيء أكيد أنت راح تخلص 5 أفصل، راح تخلص نص الحمل المادة، نص حمل المادة أنت راح تفتهمها إن شاء الله بالعطلة الصيفية. وأنصحك بالنسبة لهذا الموضوع أنه تباشر به إن شاء الله وتحقق نتيجة. السؤال طالب ذكر، بس لحظة، طالبة ذكرت هلو أنا طالبة سنة ثانية، أريد أعرف شلون أقدر يعني أرجع شغفي مثل أول سنة وتفائلي وطاقتي، لأنه أحس نفسي كلش فاقدة هالأمر، وشكرا. يعني طالبة عايدة سنة ثانية وتريد تعيد شغفها. يعني أنا بالنسبة لهذا الموضوع أريد أنوه عليه. أنت كطالب سادس حاليا إيش عندك؟ بس قول لي أنت طالب، شغلك مهنتك فقط طالب، عندك كتابك وجالس في كتابك، ليش ما تتعب على الكتاب؟ ليش ما تدرس؟ ترى يعني بس تاخذ بندم خلصت السنة، راح ربعك يخلصون يروحون، أنت بعدك بالقسم مالتك. أنا ما أريد ألومك، لا بالعكس، أنا أريد أنصحك انك تخلص من هذه المرحلة، لأن مرحلة مصيرية، مرحلة راح تكون تساعدك بمستقبلك، راح يكون مستقبلك انت راح تحدده. فحاول انك تجتهد، حاول ان تجتهدين بالنسبة لهذا الامر، لانه جدا جدا يعني هذا الامر صعب على الطالب السادس انه يستهين به صراحة. يعني الصراحة اكو طلاب تستهين بهذا الامر، يعني يعيد السنة وبلا فايدة. لا بالعكس، انت استفاد من السنة اللي عدت بيها، طلع معدل اعلى.
فإن شاء الله راح تستفادون. اللي عادوا السنة حاولوا شدون همتكم ولا تموتون شغفكم. كونوا طموحين بالمعدل اللي تريدونه. انت من عدة السنة شيء اكيد ما عدتها هباء منثورا، عدت تريد معدل عالي، ما قبلت المعدل اللي اخذته، تريد اعلى معدل، فالله يوفقكم وحاولوا ترجعون وعيكم بالنسبة لهذا الامر. سؤال يقول لك بلشت ادرس ويا المدرسين بس المدرسين يركضون، بحيث خلصت نص الفصل بيومين، يعني يقدر يكمل فصل، يعني يدرس فصل جديد. يعني صراحة ما ادري شلون كاتبه، بس انا قاعد اختصر الكلام لانه كاتب جريدة. هذا الحكي المدرس تسبق الدورات شلون راح نلحق. يعني هو داخل معهد ويا المعهد دا يمشون يعني بسرعة، وهو يقول انا اريد شيء بطيء وافهم الموضوع. بالنسبة لهذا الامر من يشوف مدرس ما يعجبك الصراحة عوفه، سواء كان على اليوتيوب او كان بالمعهد. ليش؟ لانه اذا انت ما لك واهس او ما لك نية تدرس في هذا المدرس، صدقني ما راح تفهم عليه، حتى اذا فهمت عليه ما راح تجاوب شيء. ليش؟ لانه انت نفسيتك تجاهه تعبانة. فما راح تحاولوا انه تكونون دائما ويا المدرسين متفاعلين، يعني تفاعل وياه، تفاعل بالصف، تفاعل بالاسئله، يسال جاوبوا على السرعه. حتى اذا ما عرفت السؤال، عفوا ما عرفت الاجابه، اسالوا ليش استاذ هذا صار هالشيء، ليش هاي حلينا هذه المساله هالشيء، ليش حلينا هذا القانون، ليش استخدمنا هذا. حاولوا تسالون، ابدا لا تستحي. انت اذا قاعد هسه بالصف وطلاب يمك ما تسال، والله من عش اسال ما اسال، والمعلومه تظل انت يعني غامضه عليك وما تعرف عنها شيء. فحاولوا ظلون بهذا الامر وتسالون، يعني لا تستحي نهائيا. اي شيء عندك ما فهمه اسال الاستاذ. السؤال الاخ كتب يقول صحيح انه اسئله المدرسين اصعب، وزين اذا اصعب والطالب ما جاب درجه كامله بيها، يعني هو ما راح يجيب درجه كامله بالوزاري خصوصا العربي؟ هذا السؤال جدا مهم. انه ذكر انه اسئله المدرسين صعبه، صح هي تجي صعبه من الطالب. السؤال الثاني لحقه انه الطالب اذا ما جاب درجه كامله معناته ما يجيب درجه كامله بالوزاري، هذا الشيء خطا. شوفوا بالنسبه لاسئله المدرسين هو راح يكون استعراض على الطالب فقط، يعني المدرس يريد يبرز شخصيته قدام المدرسين مثلا، او قدام يجيب سؤال يعني بلوفات، او سؤال هو يعني يكتبه، يريد يشوف الطلاب اللي فهمت عليه، الطلاب اللي راح تفهم هذه الخطوة. فحاولوا لا ترتبكون او لا تظلون قلقين بالنسبة لهذا الموضوع. اسئلة المدرسين اصعب من الوزاري، هذا خلوه ببالكم. اسئلة الوزاري راح تكون وزارية، واسئلة الفصل غيرها ماكو. صح يجيبون اسئلة بس مقاربة للاسئلة الفصل ومقاربة للاسئلة الوزارية، غير اسئلة رأيية لا تدرسونها نهائيا ولا تقلطون على الاسئلة الترائية. نصيحة هذه الاسئلة حاليا الغريتها راح يكون بهذا الفيديو. انا ما اريد اطول الفيديو صار 8 دقائق، راح اخليه 9 دقائق بالفيديو. هذا الجزء الاول راح يكون، بالجزء الثاني نكمل باقي الاسئلة. فتابعوا الجزء الثاني، راح اخليه بالعلامة، هاي العلامة راح موجودة تشوفوها، راح يكون الجزء الثاني. وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.